من غير بقى قلي في الزيت نهائي ومن غير اير فراير كمان. هنقلي البتنجان بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما اسمهاش قلية بقى ولا اسمها شوي. بمعلقتين 3 بس من الزيت هنقلي الكمية اللي قدامكم دي كلها. وكمان البطاطس هنعملها بنفس الطريقة، بس البطاطس هنسلقها الأول قبل ما نحمرها. برضك مش هتستهلك معانا أكتر من معلقتين زيت. دهنت الصينية كويس جدا وفردت عليها البتنجان بعد ما نقعته في الملح 10 دقايق. رصيت البتنجان في الصينية ودهنته بالزيت من الوش وتحت من الصينية برضك دهنة كده. نعمل بقية الكمية. بصي دهنة بسيطة كده من الزيت في الصاج من تحت، وكمان دهنة فوق الوش. هتحطيه بقى في الفرن على نار متوسطة وهي هيبتدي يتحمر معاكي، وتقدري تفتحي عليه الشواية من فوق برضك دقيقة كده، شواية بتاعة الفرن عشان ياخد وش من فوق. بعد ما تسيبيه حوالي 5 دقايق. عملت في البطاطس نفس الطريقة، دهنت الصينية زيت ودهنت وش البطاطس زيت بسيط كده، وبرضك هحطها في الفرن 5 دقايق وبعد كده هولع عليها الشواية. هتاخد لون بالمنظر ده وهتتحمر. بصي من تحت ومن فوق متحمرة ازاي، ما استهلكناش زيت، وكمان بقى صحي جدا علشان لما بيتقلي بيشرب كمية زيت كبيرة. بصي البطاطس هتطلع معاكي مقرمشة. هوريكي صوت القرمشة بتاعتها دلوقتي. بصي البطاطس عاملة ازاي، تحفة. سلقناها الأول بعد كده عملناها في الفرن زي ما وريت. هناخد بقى البتنجان والبطاطس هنعمل بيهم طاجن خرافة. هنحط الأول طبقة من البتنجان، وهناخد البتنجان نطلع منه حتة لبره كده عشان هنقفل بيه الطاجن. نبتدي نص الفلفل، بردك الفلفل عملناه بنفس الطريقة مع البطاطس. وهنحط بقى البطاطس في النص كده، وهننزل باللحمة المعصجة اختياري بس بتدي طعم ممتاز. وهننزل بصلصة متسبكة. هنرص بقية البتنجان وهنبتدي نقفل عليه بالمنظر ده كده، وننزل ببقية الصلصة بتاعتنا. وهتحطيه بقى في الفرن، كل حاجة طبعا مستوية بس هنحطه 10 دقايق ياخد كده ايه وش للصلصة فظيع. بصي بقى لما نقطعه حاجة كده في منتهى الجمال. في منتهى الجمال تجنن. منتظرة رأيكم بقى حبايبي.